بيقولوا الصيام المتقطع بيظبط الحرق. آكل 8 ساعات وأصوم 16. من اكتر الانظمه اللي فرقت معايا بجد ان اخس 40 كيلو كان نظام الصيام المتقطع. الصيام المتقطع مش دايت، الصيام المتقطع هو تنظيم مواعيد الاكل. علميا لما بنقلل عدد ساعات الاكل مستوى الانسولين في الجسم بيقل، وده مهم جدا لان الانسولين العالي بيمنع الجسم ان هو يحرق الدهون. مع الصيام الجسم بيبدأ يدخل في مرحلة بيعتمد فيها على الدهون ان هو ياخد منها الطاقة بدل السكر. كمان الجسم بيحسن حساسية الانسولين، وده بيخلي الجسم يتعامل احسن مع الاكل وما يخزنش دهون بسهولة. وده بقى ساعدني اسيطر على الجوع، ابطل الاكل العاطفي، التزم لفترة طويلة. بس مهم اقول ان الصيام لوحده مش كفاية، اكل متوازن، بروتين كفاية، وكمان نعمل تمارين مقاومة او اي حركة بسيطة. انا رحمة سمير، اخصائية التغذية والتدريب، ولو عندكم اي اسئلة واستفسارات ابعتولي في الكومنت او على الرسائل على البيج وانا هرد عليكم. ما تنسوش تعملوا لايك وفولو الفيت باي رحمة علشان يوصلكم كل جديد.